صبحكم الله بالخير والنور والسرور. حنا اليوم في زيارة لمكتبة غوانزو في الصين. هذا هو مدخل هذه المكتبة، وهي من كبريات المكتبات في العالم. طبعا المكتبة تحفة معمارية بديعة جدا، اللهم بارك. هذا قسم للكتب الجديدة، الناس مقبلون على نظامهم في الاستعارة جميل جدا. تأخذ الكتاب معك ومتى ما بغيت ترجعه فقط تجي عند الكمبيوتر هنا وتدخل بياناتك وتدخل الكتاب في السلة التي بجوارك مباشرة. شوف هذا لم يرجع هذا الكتاب، بس يثبت لهم انه ايش؟ انه رجع. وش يسوي؟ يحطه في هذه السلة. هذه السلال مليئة بالكتب المستعارة التي تمت إعادتها، والناس هنا ما شاء الله تبارك الله يستعيرون بالكوم بعدين يرجعون بالكوم. اللهم بارك. شكل هالوليد دودة كتب ما شاء الله عليه. جينا بندخل القسم العربي في الدور الثامن، فقالوا لنا تدخلون بعد 10 دقائق لأنه يفتح الساعة 10. الآن 10 إلا 10. نزلت الدور الذي أسفل منه انتظار الافتتاحي حتى نطلع معا، فوجدت الأشخاص الذين في الانتظار 110 أشخاص ينتظرون افتتاح القسم حتى يصعدوا مع الدرج. يتقدمنا في صف الانتظار للصعود أول واحد هذا الرجل الكبير في سنه. القراءة هنا عشق وهواية ودراسة. هذه الأمة لم تصل إلى هذا المجد إلا بسبب قراءتها وثقافتها. استطاعوا أن يصنعوا الأمجاد بسبب العلم. هذه الصالة مليئة بالطاولات، ومع ذلك لا يوجد فيها كرسي صالح للجلوس عليه بسبب ازدحام الناس، ولذا تجد الناس يجلسون على الكراسي الجانبية. كنت مستغربا لماذا السيرة الطويلة العريضة. الآن عرفت، لأنهم يحجزون الطاولات والمقاعد والكراسي ويجيبون الكتب ويكملون أبحاثهم. كل الكراسي محجوزة إلى ما تكتمل المراجع ثم يأتون ويجلسون هنا. سألتهم كم عدد الكتب التي عندكم في المكتبة؟ قالوا في هذا الدور فقط 40,000 كتاب. تقدر أعداد الكتب في هذا الصرح الثقافي الضخم ب8,080,000 كتاب. اسم هذا الحي كيخو، ومعناها في اللغة الصينية النهر السماوي، لأن الأمطار إذا نزلت في هذا المكان فإن الشوارع تجري بالمياه. هذه الأبنية المعمارية الضخمة وهذه الأماكن الجميلة لم تكن لتكون لولا فضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم الثقافة والقراءة والعلم والعمل. التي لاحظتها في المكتبة أنهم يقدسون القراءة ويصمتون، فلا تكاد تجد أحدا ينبس ببنت شفا، احتراما للقراءة وتقديرا للقراء. ما شاء الله تبارك الله، المكان هنا آية من آيات الله عز وجل في الجمال.